من مجموع الأحاديث التي وصفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه كان أحسن الناس خلقا، كان أحسن الناس وجها، كان كث اللحية، كان أبيض الوجه، كان مليح الوجه كأنما صيغ من فضة، كان عظيم المنكبين، واسع الصدر، كان صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة: إذا نظرت إليه لقلت إن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. ولله در علي إذ يقول: والله ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل وأروع ما قاله خادمه أنس رضوان الله عليه. والحديث في الصحيحين قال: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. قال أنس: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله من أجمل وأرق ما وصف به المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفته به أم معبد. هل تذكرونها؟ تلك الأعرابية في الصحراء مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. هل تذكرون هذه المرأة الكريمة التي شرفت وكرمت بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيمتها، وكان ما كان معها ومع شاتها التي كانت لا تحمل قطرة من اللبن، فلم ينزل فحل عليها بعد، لكن اللبن جرى في ضرعها ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد زوجها شم طيبا جميلا، ورأى شيئا وأحس بشيء ما عهده قط في خيمته ولا في منزله. فلما سأل وعرف أن رجلا مباركا مر بهذه الخيمة ومر بهذه الناحية، وطلب من أم معبد أن تصف له هذا الرجل، فقالت أم معبد تلك الأعرابية البليغة الفصيحة، قالت: رجل ظاهر الوضاء. الله، كلمة جميلة رقراق، ولو لم تكتفي أم معبد إلا به لكفى. تصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها تقول: رجل ظاهر الوضاء إذا سكت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. إذا سكت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. قالت: فهو أبهى الناس وأحسنهم من بعيد، وأجمل الناس وأفضلهم من قريب، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرفه أحبه، ومن تعرف على خلقه وخلقه أحبه، بل والله لسكن حبه في قلبه. ما أجمل وأروع ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سألته أحب النساء إلى قلبه بعد خديجة، عائشة، والحديث في البخاري ومسلم. قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أي يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. تعلمون ما فعلوه بالحبيب في الطائف، رموه بالحجارة وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء، ونزفت الدماء الشريفة من قدميه الشريفتين، وتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، ولم يستفق من همه إلا في مكان يقال له قرن الثعالب، يبتعد عن الطائف مسيرة يوم وليلة،
انظروا رسول الله يمشي هذه المسافة على قدميه، لا من الطائف إلى قرن الثعالب، بل من مكة إلى الطائف ومن الطائف إلى مكة على قدميه الداميتين المتعبتين، يمشي على رمال مكة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تسرق الأبصار. يمشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدميه المتعبتين الداميتين، والله لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، بل ذهب ليخرجهم من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا، ففعلوا به ما فعلوا، حتى طلب منهم أن يكتموا عنه خبر زيارته إليهم فأبوا. وبالرغم من ذلك في قرن الثعالب رأى سحابة تظلله، فرفع رأسه فرأى فيها جبريل عليه السلام ينادي عليه ويسلم عليه ويقول: يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وقال: يا محمد، لقد أرسلني الله عز وجل إليك، فمرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان عظيمان، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لملك الجبال لحطم ملك الجبال رؤوس أهل الطائف الصلدة، ولسالت بحور وأودية من الدماء، لا ليراها أهل الطائف في الطائف فحسب، بل ليراها أهل مكة بمكة. ولكنه الرحمة المهداة، نعمة المسداة، التي ما خرج صلى الله عليه وسلم إلا وهو يحمل في قلبه ربيعا يتلألأ، إلا وهو يرجو الله عز وجل أن يوحد هؤلاء رب الأرض والسماء. فرد صاحب القلب الكبير الذي ما انتقم لنفسه قط، وما ثأر لذاته أبدا، وما غضب لنفسه أبدا، قال لملك الجبال: لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. هذا هو محمد بن عبد الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحبيب، أيتها الفاضلة، أليس من حق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به وأن نعرف مقتضيات الإيمان به؟ الجواب بلى. وأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا جميعا تحت لوائه، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.